يلا نعمل المشروب اللي لما تشربوه هتندموا ان انتوا كنتوا بتشربوا الشاي بطريقة العادية، وهتدمنوه، هتحبوه جدا. وبالذات بقى لو انتوا لسه صاحيين من النوم الصبح قبل ما تبدأي شغل البيت كده، تفوقي بكوباية من دي. وكمان يا سلام بعد ما تخلصي شغل البيت وتقعدي كده بقى ايه، تاخدي ريست مع نفسك كده وراحة، هتحبيه جدا ومفيد جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة بتاعتي لو لسه مش مشتركين. انا اسمي خالته هند. في الاول انا هحتاج 4 معالق كبار من الشاي، اي نوع شاي بتحبوه بتستخدموه. نص معلقة من القرفة، كمان نص معلقة كبيرة من الحبهان او الهيل، وكمان معلقة ونص كبار من حبوب القرنفل او مسمار، اللي بتسموه المسمار او زي ما بتسموه عندكم. خلاص، هخلط بقى كل دول مع بعض وهعبيهم في برطمان، وهيفضل عندي كل لما احب اعمل شاي اللي هو اسمه شاي كرك. هو المفروض كمان بنحط زعفران، بس طبعا نظرا لان الزعفران غالي جدا ومش متوفر، فاحنا هنكتفي بال4 مكونات دول. بجيب بقى نص لتر، النص لتر لبن، او لبن على ميه زي ما تحبوا. بياخد معلقه كبيره من الخليط اللي احنا عملناه من الشاي والقرنفل والقرفه والحبهان او الهيل، وطبعا السكر حسب الرغبه. وبنغليه وبنشربه بألف هنا وشفا. وطبعا ان شاء الله لما تجربوه هتدعولي على طعمه الحلو. وصباح الفل عليكم، مفيش احلى من كده.